السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم قناة صوت الملعب. اوعى تفتكر إن هي صدفة خالص إن حكم الزمالك محمد عادل يعتزل بعد الخطأ الفادح اللي عمله في مباراة الزمالك. اوعى تفتكر إن هي صدفة خالص إن أحمد حسام ميدو يشتكي من التحكيم والجمهور يشجع التحكيم، ومن ناحية تانية يأيدوا التحكيم، ومن ناحية تانية يقول لك لا إحنا بنتمسك بالتحكيم المصري. أمال بتشتكي لمين؟ ده علامة استفهام، ما دل على شيء يدل ان في افكار غير مباشرة، ان في كلام غير مباشر. يعني انا اعمل كارت رعب للتحكيم، او عارف ان الحكم ده جاي وهيجاملني زي محمود بسيوني ومحمد عادل العزيز السيد وغيره وغيره، محمود عاشور. كل الحكام دول يا جماعه جاملوا الزمالك، ولجنه التحكيم ما شاء الله لجنه الكوره بعد ما الزمالك خد ال3 نقط هم خدوا قرار مع الحكم. طب وانا كنادي الاهلي استفدت ايه؟ ولا حاجه. طيب النادي الثاني اللي هو الخصم استفاد ايه؟ ولا حاجه. انتوا بتضروا نفسيكم. الزمالك كده ما بياخدش بطولات، الزمالك كده بيضر الكره المصريه وبيضر نفسه قبل اي شيء تاني. خليك كبير واحترم نفسك والعب بحياديه، وبلاش مجاملات التحكيم ديت. ما ينفعش كره زي بتاعت الونش ديت اللي رافع ايديه متر لفوق بيلعب طايره وما تتحسبش ضربه جزاء، وغيرها كتير جدا، وحالات طرد وحالات كتيره قوي. كلكم شفتوا المجاملات ديت. انتوا منين بتشتكوا من التحكيم ومنين بتأيد التحكيم؟ احنا عايزين حد يجاوبنا يا جماعه. ما دل على شيء يدل على ان في مؤامرات. عشان كده الاهلي كبير طول عمره ما بيهتم لا بضربه جزاء ولا بفاول ولا بطرد ولا جول ما يتحسبش. ليه؟ بيقول لك عادي البطوله معايا مش مشكله، فارق نقط كتيره مش مشكله، هعوض واجيب اكتر واكتر. لكن الموضوع ما يزيد عن حد اللي انت بتتآمر لصالح نادي تاني، يبقى كده اجمالا كده قلت يعني اعمل لكم ده غير طبعا اطلاله سريعه على ابرز اللي هو اصلا اساس الزمالك يعود للتدريبات الجماعيه دي. مش عارف يعني جماهير الزمالك اجمالا كده قلت يعني اعمل لكم اطلاله سريعه على اللي فريقكم مش فريق بطولات اصلا، اصبح مش فريق بطولات. انت عايش على ذكريات مجامله حكم يديك ضربه جزاء. النهايه الزمالك ماشي الكيرف بتاعه. قائمه ماتش الاهلي والحرس اللي كانت موجوده في المباراه الاخيره في الدوري مش هتختلف كتير عن مباراه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.